أهلا بيكم يا شباب، وحشتونا جدا. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، بس قبل ما نتكلم ما تنساش لايكك الجميل للفيديو اللي بيشجعنا على استمرار، ومشاركة الفيديو مع أصحابك. ويلا بينا. النبيولايزيشن هي تحويل الدواء لرذاذ صغير ايروسول يستنشقه المريض ويوصل مباشرة للرئتين. والنبيولايزر هو الجهاز المسؤول عن تحويل الدواء للرذاذ باستخدام الأكسجين أو الهواء المضغوط أو الموجات فوق الصوتية. يستخدم النبيولايزر لإعطاء برونكو دايليتورز لتخفيف البرونكوسبازم في حالات زي برونكيال أزمة وسي أو بي دي، والإعطاء ميوكوليتكس، وكمان للمرضى غير القادرين على استخدام الميترد دوز انهيلر. أهم أجزاء الجهاز هي نبيولايزر كاب لوضع الدواء، وتيوبينج لتوصيل الكاب بالكمبريسور، وماوث بيس أو ماسك لتوصيل الرذاذ للمريض، والماسك مناسب للأطفال أو المرضى غير القادرين على استخدام الماوث بيس. أنواع النبيولايزر هي جيت نبيولايزر الذي يستخدم الهواء المضغوط أو الأكسجين لتحويل الدواء إلى إيروسول، والتراسونيك نبيولايزر الذي يستخدم موجات فوق صوتية عالية التردد. الأدوات المطلوبة هي الدواء والدايليوينت إذا لازم، والMER ونبيولايزر ست، ومصدر للهواء أو الأكسجين. قبل الجلسة أتأكد من اسم المريض والدواء والجرعة في الMER، وراجع التاريخ المرضي والحساسية، وقيم الحالة الجسدية، وقيس pulse وريسبيريشن وبريث ساوندز وبريث ساوندز كبيز لاين. أثناء الإجراء أغسل إيدي، أجهز الجهاز، أشرح للمريض الخطوات والسايد إفكتس، أحافظ على الخصوصية وأنبه لخطورة التدخين خاصة مع الأكسجين، ثم أقيس الدواء بدقة وأضعه في النبيولايزر كاب، ووصل التيوبينج والماوث بيس أو الماسك. ضع المريض في وضع مريح، واظبط الفلو على 5 لتر في الدقيقة، أو أشغل الكمبريسور، وأتأكد من خروج الرذاذ، واطلب من المريض التنفس ببطء وعمق من الفم، وإذا كان عنده ديسبنيا يمكنه حبس النفس كل رابع أو خامس نفس لمدة 5 ل 10 ثواني إذا استطاع، وافضل معاه لحد انتهاء الدواء. بعد انتهاء الجلسة أطفي الجهاز، وشجع المريض على كافينج اكسرسايز لإخراج الإفرازات، ثم فضي أي محلول متبقي من الجهاز ومغسلوش بمية الحنفية لأنها قد تحتوي على مايكرو أورجانيزمز، وسيبه اير دراي. بعدها أغسل إيدي وأرجع الأدوات لمكانها، ووثق الإجراء وأي abnormal findings. النتيجة المتوقعة هي تحسن جاس اكسشينج، وتحسن نمط التنفس، وقدرة المريض على استخدام الجهاز بطريقة صحيحة. ولازم تعليم المريض إن الجلسة تستغرق تقريبا 10 ل 15 دقيقة، وإنه يتنفس ببطء وعمق، ومعرفة وظيفة الدواء ووقت بداية مفعوله والبيك والسايد إفكتس ومدة تأثيره، مع الاهتمام بالأورال هايجين بعد الجلسة، وملاحظة وجود وايت باتشز أو فانجل انفكشن، وإبلاغ الطبيب عند ظهورها. وبس كده. شكرا على سماعك الفيديو للآخر، وما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.